بتحس بوجع في جنبك ناحيه كده الضلع اليمين الاخير بيسمع في ظهرك؟ ساعات بتصحى بتحس دايما بطعم مراره موجوده في بقك؟ ساعات بتحس انك عندك كمان احساس بالغممان والمل القيء اول ما بتصحى من النوم مع المراره دي؟ كل ده ممكن تكون اعراض التهابات المراره، لان عاده بتكون التهابات المراره مرتبطه بوجود بعض الحصوات جواها، ومرتبطه كمان باصابه بكتيريه ممكن تحصل معاها تسبب اعراض الالتهاب، وبعدين ممكن نوصل لمرحله السخونيه. وبالتالي خد بال حضرتك، لو انت كنت بتعاني من حصوات المراره فمهم جدا المتابعه واستخدام الادويه اللي بنقلل بيها تكوين حصوات الكوليسترول، لان عاده حصوات المراره بتتكون من الكوليسترول. الجانب الثاني لازم واحده واحده تبدا تنزل وزنك، لان الناس اللي وزنها زايد هم اكتر ناس عرضه لالتهابات وحصوات الجهاز المراري. وعشان كده كمان برضو بننصح الناس بان هم لازم يستخدموا بعض المكملات اللي بتساعدهم على التخلص من الكوليسترول او الحصوات بتاعه المراره، مع استخدام بعض الادويه اللي بتوسع القنوات المراريه، يمكن الحصوات دي تبدا تنزل وتقلل شويه الالتهابات. فلو انت حسيت بالاعراض اللي انا حكيت لك عليها لازم بسرعه تتحرك لاستشاري جهاز هضمي عشان نحدد السبب ايه وتبدا على طول رحله العلاج. هل فعلا في حاجه اسمها انفجار مراره؟ وان انفجار المراره ده فعلا ممكن يموت؟ خليني اقول لك لو الالتهاب اللي حصل جوه المراره استمر لفتره طويله ومعاها ما حصلش التدخل الجراحي والعلاجي بالانتيبيوتكس بشكل سريع، ممكن يحصل عندي انفجار في المراره، وده لو حصل معناه ان البكتيريا اللي موجوده جوه واللي عامله الالتهابات دي وصلت عندي للدم. عاده حالات السبتيسيميا او تسمم الدم بالبكتيريا بيكون علاجها صعب، ولازم يكون العلاج سريع وحاد وتحت العنايه المركزه. وافتكر دايما ان صحتك اهم.